ونروح بعد كده للمركز السادس مع أحد أقوى الأفلام التاريخية لمؤسسة آلاء، طارق بن زياد. ده الفيلم الوحيد للأسف اللي ما شفتوش خالص في القائمة، بالرغم إنه أحد أقوى أفلام مؤسسة آلاء التاريخية، وبيتكلم عن أحداث فتح الأندلس، أول مدينة أوروبية يفتحها المسلمين سنة 711 بقيادة القائد الشاب طارق بن زياد، اللي سمي المضيق اللي تجاوزوه من طنجة لسواحل الأندلس باسمه مضيق جبل طارق، وتقريبا أول مرة يتجاوزوا البحر، مش متأكد والله. وهتشوف ذكاء وعبقرية طارق بن زياد في استغلال كل المتاح في تحقيق هدفه، من دعم بعض الأسبان الكارهين للحاكم الجديد الظالم المستبد. وهنشوف العقبات اللي هتواجهه زي قطاع الطرق وخطف بنت الكونت دي اللي خلى الكونت يساعد طارق بن زياد بالعبور لأسبانيا على سفن أسبانية. وهنشوف تفاصيل العبور والمعارك اللي هتدور ما بين المسلمين والبيزنطيين لغاية ما نشوف فتح الأندلس بالفعل وهزيمة الملك الجديد. فيلم شكله حماسي جدا بالرغم انه موجه للأطفال أكتر، بس بيوثق الأحداث التاريخية اللي حصلت أيامها سواء مع جيش المسلمين أو في أسبانيا وتنصيب الحاكم الجديد ودعم الأساقفة له. والفيلم عرض في 1999 وهو آخر فيلم تاريخي لمؤسسة آلاء للأسف، ومظلوم جدا ومحدش بيتكلم عنه خالص. ممكن أنا أول واحد أتكلم عنه على النت، مش عارف ليه منسي كده،